قرية بكويران الكردية في منبج من عشيرة كيتكان، والقرية 100 شخص في محافظة حلب منطقة منبج المركز. تبعد عن حلب شرقا 62 كيلومترا، وعن منبج غربا 16 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية الصيادة، ومن جهة الشرق قرية العسلية، ومن جهة الشمال قرية جاموسية، ومن الجنوب مزرعة وريدة. تشتهر القرية بالدرجة الأولى بزراعة كروم الفستق والزيتون والعنب والتين، ومساحات صغيرة على أطراف القرية من العدس والشعير والخضروات، كما يقومون بتربية المواشي والبقر. يوجد في القرية معصرة زيتون، وأغلب شباب القرية يملكون محلات تصليح سيارات وجرارات في منبج، ومحلات تجارة زيت الزيتون والأعلاف. تعرضت القرية إلى سياسة التعريب مثلها مثل بقية القرى بمنع اللغة الكردية. الآن يتكلمون باللغات الثلاث: العربية والكردية والتركية. في الأزمة السورية تعرضت القرية إلى تغييرات كثيرة. أولها كان في بداية العام 2012 أثناء الاشتباكات بين النظام والفصائل المعارضة، وبعد سيطرة الفصائل عليها بدأ الضغط على الشعب بحجة دعم الثورة من طلب فدية مالية وطلب انضمام الشباب لهذه الفصائل، حتى بداية العام 2014 أثناء ظهور داعش. وظهور داعش كان من بين هذه الفصائل، أي خرج داعش من بين هذه الفصائل، فقط قاموا بتغيير ملابسهم. ازدادت معاناة الأهالي حينها بسبب الاعتقالات والقتل، أي الذبح في ساحات ومفارق الطرق، حيث 3 أيام للأسف، وكل ذلك بحجة أن الكرد كفرة. أغلب أمراء داعش كانوا أجانب من أفغانستان وتركمانستان وأمراء أتراك. حتى العام 2017 حين جرت الاشتباكات بين داعش ومجلس منبج العسكري، حيث تحررت القرية من داعش، ولا تدمرت حوالي 30% من منازل القرية. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء القرية، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية.